أين المشكلة في عدم تأهل ليبيا لكأس أفريقيا؟ طبعا المشكلة عشتها مراد مع المنتخب. اروي لنا ما عشت. عندما نبتعد عن الجهوية، عندما نبتعد على هذا من نادي كبير وهذا من نادي صغير، عندما نبتعد عن الخصخصة، ضروري يكون إداري من نادي فلان وضروري يكون مدرب من نادي كذا. المهم لما نبتعدوا على الأشياء هذه مراد ونهتموا بالفئات السنية، مش معقولة دوري براعم ودوري أشباب ضروري يكون للنادي سين والنادي جيم، مش معقولة. حتى في براعمنا وفي أشبالنا نرسخوا فيهم عقلية أنت مع نادي كبير حتاخذ بطولة، ومشيت بها البطولة. خذيت بطولة الأشبال 10 سنوات، وبطولة البراعم وبطولة الأواسط وبطولة الكبار، وزي ما قال سي عبد الرحيم ونجو أفريقيا تخرج خالي الوفاض. إذا الأساس غلط يا مراد. التكافؤ في الفرص ما هيش موجودة في الكرة الليبية، حتى على مستوى الفئات السنية. المدربين الفئات السنية، هل تعلم الآن في ناس تلوم في المدربين في الفئات السنية؟ المدربين الآن يا مراد كلها مجهود ذاتي. وين المشروع اللي قامت به دولة؟ ما نقول احنا كرة قدم مشروع دولة، في ناس معناها تستهزأ، في ناس تشبع فيه انه هو كلام معناها. انت هل تعلم ان التكوين الان اصبح، او مدرسة التكوين او مدرسة تأسيس اللاعب في دولة المغرب مسؤول عليها الديوان الملكي مراد مباشرة. اذا اصبح مشروع دولة كاس افريقيا وكاس عالم كيف توصل لهم. لما ندير انا نجيب مثال منطقة الجنوب، هل هناك من يتبع في منطقة الجنوب في الفئات؟ خلينا من فرق الدوري الدرجة الأولى عن مستوى الفئات السنية، هل هناك اهتمام بهم؟ هل هناك ملاعب؟ هل هناك مدربين على مستوى عالي؟ هل أنت بعثت المدربين الفئات السنية بعثتهم لخارج ليبيا دورات ب3 و4 أشهر على مستوى تدريب الحراس، على مستوى الإعداد البدني، على مستوى التكتيك والمهارات، على مستوى الثقافة الرياضية، على مستوى الانضباط التكتيكي؟ كله غير موجود. الاساس باش نكملوا بالاوراق اللي نتكلم عليها. يبي المكملات. المكملات هذه كلها ضروري تكون عندك. كويس. يكون شخصيه قويه، رجل قوي يخدم في بلاده بشتى الطرق. ما تقوليش الكره انت مش في الجامعه. انت ماكش في جامعه، انت كره القدم هذه لعبه، يعتبر باش يخشوا في امور دينيه وكذا، لكن هذه لعبه. راهو صراعات داخل اروقه الاتحاد الافريقي مراد، باش بلاد تاخذ وبلاد لا، والدور علي انا. وحتى في الفرق برا جيب لي انت تو منتخب البرازيل، حطه في افريقيا كان ما فيش معاه ايد في الاتحاد الافريقي، والله ما واخذ حتى كاس افريقيا. خلينا واضحين وخلينا نتكلموا معناها بشكل واضح. ضروري يكون عندك يد قويه، ضروري تكون الشخصيه قويه يا مراد. في لما تشوف انت لقجع نتاع المغرب عضو في الديوان الملكي ولا ماسك منصب قوي، رجل سياسي الان، حتى اللي ماسك الاتحاد الجابوني على ما اعتقد كلهم رجال سياسيين عندهم نفوذ في افريقيا، يعرفوا كيف يتصرفوا، يحبوا بلادهم. ما تقوليش طرق حلال حرام برا قاعد في حوشك. بالنسبه للكره الليبيه كانت تبي تتطور الفرق، والمنتخبات كانت تبي تاخذ. عادل جاب بالك من لا مش والله ما قدرناش هذه باك نفل. لا يا مراد، لا مراد والله العظيم، حتى الحكام، حتى احنا ممكن تعرضنا الى حاكم اخطا، يعني تعرضنا الى حمله كبيره مع احترامي لمصر واهلها وشعبها، يعني من بضع الصحفيين المصريين، ووصل لاعتداء على عضو برلمان سياسي. شوف وين يوصل واحد سياسي يتكلم على مباراه. يعني شوف الناس كيف تحب بلادها. ضروري ما تضحي. اول شيء توقف معك الدوله، اتحاد الكره يكون قوي وعنده علاقات ويربط علاقات مراد. ما فيش بس كنا نعرفوا مراد، كنا نعرفوا الاروقه. حتى ليبيا لا 4 سنين تجي في مجموعه تونس وغينيا الاستوائيه 4 سنين. علاش؟ صدفه ليبيا 4 سنوات؟ هي بس صدفه. عارفينك انت اللي حصل لك قصير وديما يركزوا على راسك، انت الحلقه الاضعف وماشي الامور. ماشي اللي مشيش مع المغرب في 6 سنين هادو حتى في القرعه. يعني خلينا نحسوا بالبلاد نتاعنا شويه. احنا ما عندناش احساس ببلادنا، احنا وطنيه ما عندناش الا في الخروف وطني ولا في الطن. ما عندناش يا مراد. تعرف والله العظيم لو عندنا ناس وطنيين تغار على ليبيا الوضع اللي صاير الكره الليبيه حرام. معلومه مهمه انا مع التدخل، وكلامك صحيح، كره القدم كلها لوبيات كلها علاقات. لا متفق معك في الجزئيه هذه، لكن انت اسامه لما تبدا انت 90% ال10% يكملوها لك باللوبيات، لكن احنا 10% بيكملوا لنا 90%. احنا امس خاسرين مع بوتسوانا، شو بيديروا لنا اللوبيات؟ لا ما عندناش كوره عاد، مش بربحك على بوتسوانا، بربحك على غينيا، بربحك على تونس. قداش احنا البدايه تعطيك معلومه كويسه. ال 86 كاس العالم، تصفيات كاس العالم معنا الهاشمي بهلول ان شاء الله ربي يشفيه. لعبنا وصلنا للمباراه النهائيه الفاصله احنا والمغرب. احنا نتفق معك اسامه، احنا محتاجين لواسطه. قول لي كيف؟ لعبنا في المغرب خسرنا ب3، وجت لياب في بنغازي. يا اسامه شوف انت كيف كان اللوبي من 86. المغرب دخلت وجابت حكم في خلال 24 ساعه، يعرف الاستاذ عبد الرحيم، جابوا حكم ايطالي في مواجهه امام ليبيا. مواجهه ليبيا. بس نصلح لك المعلومه. خلينا نكمل لك. تفضل. نصلح لك المعلومه. تفضل.
لما وصلت 4 فرق على مستوى القاره الافريقيه للمنافسه بالاسقاط الفردي بالنظام الاول، نظام تصفيه الاول. وصلت جت تونس مع الجزائر، وجينا نحن مع المغرب. لما صار الاجتماع للامانه والتاريخ اللي طالب انه يكون الحكم الافريقي هي ليبيا. غير افريقي الحكم. ليبيا طالبت بحكم افريقي للامانه. الثلاثه الاخرين طالبوا بحكام اجانب خارج القاره. خارج القاره. ليبيا اصرت انه يكون الحكم افريقي. الاتحاد الافريقي لما شاف المباراه في المغرب وانت مطالب بحكم افريقي، حطوا لك الحكم الافريقي. ممتاز. وين صارت مشكله الحكم؟ لما انتهت المباراه اللي غادي نحن احتجينا كلفونا الحكم الايطالي. الحكم الايطالي وين كان في اسبانيا، كلف الاتحاد الاوروبي، جاء في 24 ساعه استاذ. نزل من اسبانيا ما جاش لايطاليا، جانا في بنغازي. الراجل جاء الفندق اوزو وسكر الباب ومنع اي اتصالات به. ما اقول لك ما استاذ، لا اقول لك استاذ، وكان حتى بدفع وشويه من المغرب ان هي زاد طالبت بالحكم هذا ومشت في الاتجاه هذا. انا نقصد لك كلام اسامه صحيح لماذا استاذ؟ لو احنا الفتره هذيك حتى احنا زي ما داروا جبنا بنفس المرحله عندنا ممكن كره كانت تعطى ركله جزاء استاذ، كانت كره تعطى بالدقائق الاولى، كان ممكن نمشوا 2 شيء، الشوط الثاني نحتاجوا لهدف، ممكن مع حكم افريقي تمشي ونمشوا لكاس العالم اول مره في التاريخ. اذا هناك منتخب 86 تقدر تمشيه بشويه حكام، اما منتخباتنا ال6 سنوات الاخيره حتى استاذ بنديروا بعلاقاتنا وبواسطه وبواحد وبتمشي انت تخسر من الاسبوع الاول تخسر بالمباراتين بالثلاثه. واضح. كيف توصل لنهائي كاس افريقيا وانت بلد موقف الكره 3 سنين؟ كيف توصل بالمنطق بالكوره؟ كيف توصل؟ شوف المغرب، نحن بلد تاريخها فقير جدا في كره القدم، فقير جدا، لا عندنا بطولات انديه لا عربيه ولا افريقيه ولا عندنا مشاركات في نهايات كاس العالم، حتى حضورنا في نهايات الامم الافريقيه 3 مرات، منهم مره كبلد منظم ومره في مكان مصر لان مصر منظمه يعني، والمره في 2012 والبقيه نحن خارج الحسابات دائما. اخويا عادل باش نوضح لها جزئيه على قصه الحكم نتاع 86. يا عادل في 86 لما ليبيا احتجت الاتحاد الافريقي كلف حكم افريقي صح. ليبيا ليش دزوا الحكم في وقت ضيق الطلياني؟ ليش دزوه في وقت ضيق؟ تعرقل الحكم الافريقي. لان تعرقل الحكم الافريقي ليبيا ما باش تعطيه تاشيره. بالضبط، ليبيا اصرت ما باش تعطيه تاشيره. قلت لك بمعنى قلت لك كولسه، قلت له سامي اتفق معك. لكن انتم اليوم راه متهمين بانكم انتم تحرضوا على مساله الرشاوي لا يا رشوه يخلي المباراه يا مراد مش في افريقيا ولا يا مراد انا شاهد عصر شاهد عصر يعني ما نروش في حكايه. طب ما عرفت الحكم الافريقي اللي بيحكم لما اجتمعت الانديه الاربعه، لما اجتمعت المنتخبات الاربعه اللي ترشحت 3 طالبت بحكام اوروبيين، نحن الوحيدين اللي طلبنا بتحكيم افريقي. واضح. ودفعنا ثمن افريقيتنا، دفعنا ثمنها. لما اردنا التصليح دزولنا الطلياني كان حكم صراحه ادار المباراه بطريقه ونزيهه جدا. نقدر نسميك حتى من كيف تم معالجه حتى الاحذيه، قصه الاحذيه ورقم الحذاء المساعدين. خلينا دوما هذه قصه طويله على الاتهامات اللي قلت عليها انت. لا مراد، في عندي حديثه العهد في افريقيا تو اخذت الكونفدراليه من امازون، اخذت بالعمل بمشروع دوله مراد لا يقود دوري. لا خلينا مراد لكن زي ما قلت لك بكر يد واحده ما تصفقش من نهضه بركان. قداش عمره في كره القدم؟ مازيمبي قداش عمره في كره القدم؟ يعني في المال سيد الاعمال. لما عندك المال مراد قلت لك في كره قدم احنا هذه لعبه ومحتاجه لكل شيء. انت مراد البناء، علاش احنا ذكرنا اتحاد الكره والدوله؟ لان اهتمامات الدوله هي اللي تبي ترفع في ناس في دول تاخذ في ملاعبيه في الاولمبياد من جنسيه ثانيه باش يقيم لها رايه بلادها وياخذ خلال ذهبي. هم يستاذ باش يهربوا علينا، احنا قعدنا نلعبوا في دورينا العادي الدوري الطبيعي وهم يتعلموا واحنا ماشيين في دورينا وهم يتعلموا، فهربوا علينا. هنا مراد دقيقه استاذ خلينا نكمل استاذ. هنا صارت الفجوه. احنا ما عادش لحقنا باش بالعلم بالانضباط بالمحاضرات. تو كيف نديروا؟ نفس الكلام مش نعاودوا لك قلت لك في البدايه. شنو مداخلتك استاذ عبد الرحيم؟ نحن السداسي بتاعنا سنويا في تونس. شنو السبب؟ لان ما عندناش ملاعب. تو سويتك بالله تدوي على المنتخبات والنتائج وانت ما عندكش ملاعب. الف باء اي لعبه علاش ملعب قبل يعني احنا نتكلموا على ازمه راهو متوارثه يعني من الستينات ما كانوا عندنا ملاعب. نحن فشلت عندنا حاجه اسمها بناء دوله منذ 70 سنه ما بنيناش دوله. الدوله مش معناها سلطه، لا الدوله معناها خطه تنميه واستراتيجيه وتخطيط. نحن مش موجود عندنا حقيقه. انت مش ممكن تجي تدير كره من فراغ. باختصار اسامه، ممكن نلجؤ للتجنيس كحل
وخير العالم كله مجنس، ايطاليا مجنسه، احنا ما نجنسوش، سويسرا مجنسه. كيف العالم احنا عايشين بروحنا، سويسرا والسويد تلقاه واحد سويدي لونه زي هنا ما تجيش. قصدي واضحه، احنا اللي بيه الوحيدين. ايطاليا كرمونيزي خدت كاس العالم كرمونيزي دوغاري وفرنسا. علاش احنا قصدي شنو بروحنا عايشين. شكرا. مره قلتها لي، قلت المفروض نجلسوا 25 افريقي ويلعبوا برا. نهار نبوهم اليوم تلاقوا مثال في البلاد الفلانيه يلعبوا ويروحوا طول، لا تعرف لا مصاريف لا تذاكر سفر لا واحد، يلعبوا ويروحوا دوريات قويه وانتهى الموضوع لين نكونوا منتخب قوي. واضح. قاعد عند كلامي راهو كاس افريقيا ما قمناش في النظام السابق، والله صعب نقيمه، لان تعرف يا مراد انت النظام السابق كان عنده يد في افريقيا للامانه. تقصد الراحل معمر القذافي؟ بالتاكيد. انا تمنيت هذاك التاو تدخل منها شخصيا في مباراه المغرب. كان جاي بتاع كوره. كان جاي مثلا الحكم، هو رؤساء افريقيا معناه يقولوا له سمعا وطاعه، لا بين حكم بيشوفه ممكن يعطينا 4 شيء بس ماراثوني زي ما قال ابو بكر بالي. معناته ترى الوضع صعب يا عادل. والله شوف فيه الوضع صعب جدا. باختصار حتى نختموا بها. عمر اتحاد الكره 60 سنه كويس. بعد 60 سنه الفيفا تدخل بشر لنا مقر في دوله نفطيه. ما فيش اراده سياسيه باتجاه كره القدم، ما نقولوش الدوله، نقول السلطه السياسيه في ليبيا انظرت الكره من 3 مناظير، يا اما مهمشتها، يا اما انظرتها لها نظره عدو في فتره من الفترات، يا اما نظرتنا الان تنظر لها كورقه سياسيه تلعب بها. ما لم يكون عندنا مشروع وقناعه بالسلطه السياسيه بكره القدم مش حتكون. وفي حاجه اخيره نختم بها دقيقه بس، حاجه مهمه جدا استاذ، ضروري نرجعوا يا استاذ لدوريات المدارس الاساس. واضح. هذا مشروع وملف اخر حنتكلموا فيه. بليش تقول لي عادل بالقفشه اللي ختم بها؟ لا ممتازه جدا. تعرف كان علاقات افريقيا زي قبل زي ما قال لك، انا مثلا طلع لي دام السابق يحب الكوره راهو 3 كاس افريقيا. والله قسما بالله. شكرا عادل، بارك الله فيك. شكرا استاذ عبد الرحيم، وشكرا اسامه الفزاني. شكرا لكم مشاهدينا، على امل ان نتحدث في مرات قادمه عن نجاحات لمنتخبنا الوطني وعن القاب وبطولات تحققها انديتنا ان شاء الله. اكيد كل ذلك ياتي بالعمل وبالرؤيه والخطه والاستراتيجيه الواضحه. شكرا لكم، الى الملتقى في مواعيد قادمه والى اللقاء.